النهاردة الأهلي مش هيسكت. رئيس النادي محمود الخطيب تحرك فوراً بعد اللي حصل في مباراة الجيش الملكي. بعد شكاوى عن رمي مقذوفات داخل أرض الملعب ومحاولة تهديد سلامة لاعبينا، الأهلي قرر يرفع شكوى رسمية للكاف ويطالب باتخاذ إجراءات قوية ضد المسيئين. إدارة الأهلي جمعت كل الفيديوهات اللي توثق الاعتداءات، رمي إدوات، زجاجات وكرة حادة داخل الملعب، وكلها هتكون جزء من الملف اللي هيتقدم لكاف. الخطيب أرسل رسالة واضحة: سلامة اللاعبين أولوية، ومفيش حد يقدر يستخف بأمن الأهلي سواء في مصر أو إفريقيا. ده مش مجرد رد فعل، ده قرار. الأهلي يرفض العنف ويطالب بحماية الحرمات الرياضية، ومش هيسكت عن حق أي لاعب أو مشجع محترم. قول لنا رأيك، هل الخطوة دي هتكون كفاية؟ وهل كاف ممكن يحاسب بجد؟